مشجعين الكرة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هندسة التحليل. وعارف إن إحنا غايبين عنكم بقالنا فترة طويلة من أواخر الموسم اللي فات، وما عملناش حلقات الاحتفاليات ولا عملنا ولا حلقة انتقالات في الصيف، لأن كان عندنا مشاكل بره التصوير. وادعوا لنا إن إحنا نرجع بقوة، بس محتاجين دعمكم من لايك وكومنت وشير. وكلموني في الكومنتات لو محتاجين نغير حاجة أو نزود حاجة. شدوا معايا كده شوية يا باشمهندسين، عايزين نوصل لل 1000 سبسكرايبر، داخلين على 500 أهو، عايزين نوصل، يلا شدوا معايا. أما النهاردة بقى فأنا جايب لكم حلقة هندسة الانتقالات، يعني كبسولة الانتقالات اللي هتعرفك كل حاجة في أوروبا، مين راح فين. يعني بعد الحلقة دي هتخش على الدوري وأنت إكس، مش محتاج أي حاجة من أي حد. فمن الآخر كده يا باشا، لا تقول لي فابريزيو ولا ماوريسيو، سيب كل دول يا باشا وتعالى لمهندس الكورة وهندسة الانتقالات عشان هيقول لك المفيد مفيد. وظن كفاية راجل لحد كده، ويلا بينا نخش في المعمعة. وتعالوا نبدأ بالفرق الأسبانية، وهنبدأ من عند الميرينجي. وأخيرا بعد طول انتظار، إمبابا بقميص الريال بعد ما عناء وطلع عينينا، بس أخيرا وصل الريال بعقد فري ترانسفير بعد ما عمل الجلاشة مع ناصر الخليفي في باريس سان جيرمان، وخد بونص تقريبا في التوقيع حوالي 100 مليون. بس واضح ان مبابي عارف الفرق الكبير ما بين دوري الفلاحين اللي كان بيلعبوا فيه مع باريس سان جيرمان وما بين الميرينجي كبير اوروبا. واضح جدا من تصريحاته، ناهيك عن تقديمته اللي كانت كوبي بيست من تقديمه رونالدو. مفيش صوره تصورها كريستيانو رونالدو ما تصورهاش مبابي بالملي. وزي ما بقول لكم باين قوي من تصريحاته ان هو عارف الفرق، وعارف ان هو مش جاي نجم فريق ومش جاي يحط وانا الكبير وانا لا، عارف مكانه كويس وعارف ان هو في فريق كبير ومستنيين منه اكتر. وبان شويه البشاير كده في ماتش اتلانتا للسوبر الاوروبي. اما تاني صفقات الريال فكانت المهاجم البرازيلي اندريك اللي جاي من فريق بالميراس ب 47.5 مليون يورو، واللي كان بريز مخلص فيه من 2022. قتيل برضه الراجل ده، قارح مش سهل. ومع عوده كل من خيسوس فالخاو ورينيير واخوان لاتاسا من الاعاره، اكتمل كده فريق الريال. وطلع بريز قال ان هو مش هيعمل صفقات تاني، وبرضه انشيلوتي طلع اكد على كلامه وقال ان موسم الريال للانتقالات خلص كده والميركاتو قفل وشطب على كده. بس في كلام من تحت لتحت كده ان هم عايزين يجيبوا الفونسو ديفيز اللي معروض للبيع من بايرن ميونخ، وهو مش عايز يكمل في البايرن وعايز يمشي السنه الجايه فري ويعمل نفس المقلب بتاع امبابي. بس بايرن عرضه للبيع السنه دي عشان يخلص منه، فلو الريال عايزه فعلا لازم يخلص فيه السنه دي قبل ما الصيف يخلص. اما عن ابرز الراحلين من فريق المرنجي فطبعا اعتزال توني كروس، ورحيل ناتشو للقادسيه السعودي، ورحيل خوسيلو للغرافه القطري، ورافا مارين لنابولي بعد ما انتهت اعارته اللي كانت في الفيس. اما لو رحنا للغريم برشلونه فبدا التعاقدات بتاعته من بدري قوي بوجود مدير فني جديد مكان تشافي، وحضور هانز فليك اللي كان مشايلهم 8 قبل كده. اما بخصوص اللعيبه فعملوا صفقه داني اولمو من لايبزيج ب 55 مليون يورو زائد 7 مليون يورو اضافات، وهي الصفقه الوحيده للبلو جرانا لغايه دلوقتي. ولسه في كلام على صفقه نيكو ويليامز، بس الدنيا مش سالكه ومعربه خالص. ومش عايزين ننسى ان برشلونه اصلا في ضائقه ماديه جامده جدا، فلو قدر ان هو يخلص مع نيكو ويليامز تبقى جبرت منه السنه دي كده 100 100. ولسه في اسبانيا مع الروخا بلانكوس وفريق اتلتيكو مدريد اللي عامل ميركاتو صيفي على اعلى ما يكون، فعلا ميركاتو من العيار الثقيل. فقدر يخلص في جوليان الفاريز من السيتي ب 75 مليون يورو زائد 20 مليون يورو اضافات، وخلص في الكسندر توريس من فيا ريال ب 30 مليون يورو زائد 5 مليون يورو اضافات، وعليهم نوبل نورماد من فيا ريال برضه ب 30 مليون يورو وعليهم 5 مليون يورو اضافات. وطبعا رجع له جواو فيليكس من برشلونه بعد ما انتهت اعارته، ومفيش كلام عليه ان هو يرجع برشلونه، وكان مخلص في كونر جاليجر من تشيلسي ب 42 مليون يورو. بس بعد انهيار صفقه سومو اللي وقفت في اخر لحظات في اخر اجتماع، اللعيب وقف معاهم على الشرط بتاع حقوق البث بتاعه الاعلانات، ان هم هياخدوا منه 50% من حقوق الدعايه لما يجي له اعلانات. فرفض وقال لهم ان انتوا ما بتحترمونيش. عمل فيهم كده زي ما بتبقى بتلعب كارير مود وتتنك على اللعيب في اخر اجتماع فيقوم منفض لك وقايل. وبعدها وقفت صفقه كونر جالجر ورجع تاني فريق تشيلسي ورجع للتدريبات كونر جالجر، بس لسه الصفقه الاشاعات كلها والاخبار بتقول ان الصفقه قائمه. وبدل ما يرجعوا بايديهم فاضيه قال لك طب ناخد جواو فيليكس بدل ما كنا هناخد سومو. ولسه الاشاعات والاخبار بتقول ان الصفقه قائمه لغايه ميعاد تصوير الحلقه دي يوم الجمعه 16/8. اما عن ابرز الراحلين من اتلتيكو مدريد فالفارو موراتا راح على البيج ميلان، ومنفس ديباي مشي من غير نادي ولغايه دلوقتي هو من غير نادي. بس شكلنا كده هنشوف روخا بلانكوس مختلف السيزون ده، شكل سيميوني كده ناوي يعملها وينافس لاخر الدوري ويطول نفسه شويه. اما لو رحنا عن الدوري الانجليزي فانشط فريق كالعاده لا جديد يذكر ولا قديم
يعاد تشيلسي غير مدربه وعمال يشتري في لعيبه. فبدا الميركاتو بالتعاقد مع المدير الفني انزو ماريسكا اللي بدا تعاقداته بالتعاقد مع مدافع فولهام توسين اديرابيو في صفقه فري ترانسفير، وبعدها جناح بالميراس ويليان استافيو ب 40 مليون يورو و25 مليون يورو اضافات، ونص ملعب استون فيلا الموهبه المواعده اوماري كيلمان ب 19 مليون يورو، وفعل بند الشراء للمهاجم بتاع برشلونه مارك جيوي ب 6 مليون يورو، وكمان نص ملعب من ليستر كيرنان هول ب 30 مليون يورو، وريناتو فيجيتا نص ملعب من بازل ب 14 مليون يورو، ومدافع من بوكا جوريونز ارون انسلمينو ب 20 مليون يورو، وحراس مرمى بقى اصلا رجع له كيبا من الريال بعد انتهاء اعارته، وتعاقد مع حارس مرمى فيريال فيليب يورجنسن ب 24 مليون يورو ونص، وعندك حارس مرمى ناشئ من جينك مايك بندرز ب 20 مليون يورو وسابوا اعاره في جينك لغايه 2025. باك شمال من اتلانتا كيلي بويلي ب 8.5 مليون يورو، واخيرا صفقه عليها القيمه بيدرو نيتو من فريق الولفز ب 60 مليون يورو زائد 3 مليون يورو اضافات. وما تنساش ان لوكاكو رجع لهم من الاعاره وعايزين يسربوه باي طريقه وعارضينه على نابولي في صفقه انتقال مع اوسيمان اللي عايز يسيب نابولي باي طريقه. وما ننساش ان كونر جاليجر رجع لهم زي ما قلنا ولسه بيخلصوا في جواو فيليكس، ومش عارف بصراحه ايه كميه الصفقات دي. طبعا كله متخوف من تشيلسي وسعار الصفقات اللي هم بيعملوه زي كل موسم. انا بجد ما بقتش عارف من السنه اللي قبل اللي فاتت دي الصفقه بكام، ال 80 مثلا، لدرجه ان القايمه النهارده بتاعت تشيلسي فيها 44 لعيب. انا مش عارف هيعمل ايه الراجل اللي جابوه لسه جديد ده، بس هم جايبين لعيبه كتير صغيره في السن، وواضح ان هم عايزين يبداوا مشروع لونج تيرم ويعملوا فريق ينافس في السنين اللي جايه. وهنشوف تشيلسي هيقدر يرجع للمنافسه ولا لا. هي المشكله ما كانتش اصلا في اللعيبه، المشكله كانت زي ما قال خالد الذكر برايز، العيب في النظام يا بهايم. اما تاني الانديه اللي كانت نشطه في الميركاتو الصيفي، ففريق مانشستر يونايتد بدا التعاقد الصيفي مع جاشوا زيركيزي من بولونيا ب 42.5 مليون يورو، وبعدها قدر يخطف لين يورو من الريال ب 50 مليون يورو زائد 20 مليون يورو اضافات من فريق ليل، بس اللي يجي على الريال ما بيكسبش، الواد اتصاب في البري سيزون. واخيرا خلص صفقتين مهمين من البايرن، نصير مزراوي ب 15 مليون يورو زائد 5 مليون يورو اضافات، وماتياس ديليخت ب 45 مليون يورو زائد 5 مليون يورو اضافات. وبكده يبقى تين هاج تقريبا لم كل فرقته اللي كانت معاه ايام اياكس. كنت رجعت اياكس وريحتنا يا عم، ايه اللي خلاك تكمل في الدوري الانجليزي؟ ده غير عوده سانشو من الاعاره. صحيح هو شارك في مباراه الدرع الخيريه اللي قدر يكسبها السيتي، الا ان لسه في كلام ان هم ممكن يعرضوه للبيع خلال الاسابيع اللي جايه. وهنشوف يا عم تين هاج بعد ما لميت فرقتك اللي كانت بتلعب معاك في اياكس هتفلح ولا لا. قلت لكم زي ما قال خالد الذكر، العيب فين؟ العيب في النظام يا بهايم. اما لو رحنا لفريق الارسنال فللاسف الجنرز حبايبي ما عرفوش يعملوا لغايه دلوقتي غير صفقه واحده بس، وهي ريكاردو كاليفيوري ب 50 مليون يورو من فريق بولونيا. وكان في اشاعات لخروج انكيتيا لفريق مارسيليا، بس لغايه دلوقتي ارسنال ماسك في اللعيب ومش هيخرجه، وبرضه في اشاعات كتير بتقول ان هو هيروح بورنموث عشان يعوض سولانكا. اما عن الراحلين فعلا من ارسنال فايميل سميث رو راح لفولهام في صفقه ب 27 مليون يورو زائد 7 مليون يورو اضافات. وبما اننا جبنا سيره توتنهام الجار والغريم اللدود، فعمل صفقه سولانكي ب 65 مليون يورو من فريق بورنموث، وقدر يخلص في موهبه ليدز الوعيده ارتشي جاري ب 40 مليون يورو، وتعاقده كمان مع ويلسون اوديبرت ب 30 مليون يورو. ولسه الاخبار جايه من عند توتنهام ان بوستكوكلو لسه ما خلصش الميركاتو الصيفي، واضح كده ان هو عايز نفسه يطول السنه دي في المنافسه ويكمل اكتر. ولسه مكملين مع الفرق الانجليزيه وفريق ويست هام اللي كان نشط جدا في الميركاتو الصيفي وعمل اكتر من صفقه. فبدات التعاقدات مع مدافع فلامينجو فابريسيو برونو ب 12 مليون يورو زائد 1.5 مليون اضافات. بعديها موهبه بالميراس لويس جيليرمي ب 23 مليون يورو زائد 7 مليون يورو اضافات. وبعديها كرايسينكو سومرفيل من ليدز ب 25 مليون يورو، وعليهم جوديو رودريجيز فري ترانسفير. ومهاجم دورتموند فالكريك ب 27 مليون يورو زائد 5 اضافات، وعليهم جون توديبو ب 40 مليون يورو على سبيل الاعاره. اما نادي مانشستر سيتي مع جوارديولا فما عملش لغايه دلوقتي غير صفقتين بس بعد اصابه اوسكار بوب اعتقد ان هم هيرجعوا يخشوا الميركاتو تاني. فصفقتهم الاولانيه سافينيو ب 25 مليون يورو من الدوري الفرنسي الدرجه الثانيه، والناشئ ديفين موباما ب 1.2 مليون استرليني. اما عن فريق ليفربول ومدربه الجديد ارن سلوت فلغايه دلوقتي ما عملوش ولا صفقه، ومفيش غير الصفقه اللي كانوا بيجروا وراها ومدويكي اداهم على عينيهم، ومشي من عندهم ريكاردو كالفاريو لفريق برينفورد ب 20 مليون استرليني. ولسه لغايه دلوقتي ارون سلوت مع ليفربول ما عملوش ولا صفقه، وهنشوف هيقفلوا الميركاتو بتاعهم ازاي، لان الفريق محتاج لعيبه كتير في اماكن كتير.
اما اخر الفرق الانجليزيه فاستون فيلا اللي اوناي امري جدد عقده وهيلعب السنه دي شامبيونز وعامل صفقات مهمه جدا، وواضح ان هو جاي عشان يكمل منافسه زي السنه اللي فاتت. فبدا تعاقداته بروس باركلي من لوتن ب 5 مليون استرليني، بعديهم ايان ماتسن ب 37.5 مليون يورو، وامادو اونانا ب 50 مليون يورو. وبكده يبقى خلصنا كلامنا في هندسه الانتقالات. انا كده لميت لكم المنهج زي ما بيقولوا، وعرفتكم كل حاجه مين راح فين، فبقيت عارف فرقتك مين زاد عليها ومين مشي منها، وفرق الخصوم مين زاد عليها ومين مشي منها. واستنونا في حلقه توقعات للدوري الانجليزي والدوري الاسباني عشان المنافسه السنه دي شكلها مولعه نار. وما تنسوش كالعاده تعملوا لايك واشتراك في القناه، وسيبوا لي رايكم في الحلقه في الكومنتات، وقولوا لي فريقكم هيروح لغايه فين. كنت معاكم محمد الجوهري وهندسه التحليل، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.